اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأبناء وحسن الأداء وبركة العطاء. اللهم اكتب لنا محو الذنوب وستر العيوب ولين القروب وتفريج الهموم وتيسير الأمور. اللهم اشف مرضانا واهدي ضالنا وفرج همومنا. أهلا وسهلا بكم في قناة بيتك أحلى مع شيمو. فيديو جديد، فيديو كله طاقة إيجابية ونشاط. يلا بقى يا قمر انت وهي، لو لسه ما تنشطيش كده وما عملتيش حاجات كتير عندك في البيت وعندك حاجات متبهدلة وعارفة ان هي محتاجة تنظيف، وتنظيف ده حلو منك قوي وعميق ومجهود، شغلي الفيديو وابدأي بقى اشتغلي معايا. انا النهارده هنضف التلاجة وكمان هنضف الضلفة الخاصة بالجزء يعني بتاع الحمام. كانت عندي متطربة شوية كده ومحتاجة شوية تعديلات، وحابة ان انا اغير فيها شوية لان عيني محتاجة تشوف تغيير. انا من الناس اللي بحب اغير كتير قوي، ولو يعني طولت اعمل كده كل يوم هعمل. اول حاجة بدأت بيها دخلت كده على الضلفة اللي هي الخاصة بالحمام. دي جميله قوي، انا انصح اي حد بيها، بس نصيحتي ليكي ما تعمليهاش تحت الحوض، اعمليها فوق الحوض لو في مساحه، وافضل يعني، لان تحت الحوض انا شفت ناس كتير قوي بتشتكي من الموضوع ده وبتبوظ بسبب الميه، حتى لو ألمونتان برضو بتبوظ. الا بقى في خامات معينه كده يعني بيتعمل منها فما بتبص معاهم يعني، بس بتبقى مرتفع شويه في السعر. وبعدين انا شايفه صراحه ان فوق الحوض افضل بكتير يعني. اول حاجه كده فضيت الضلفه كلها ومسحتها كويس قوي بالوايبس ونشفتها، بس الرف ده انا غسلته. انا ما بحبش اكب فيها ميه كتير ولا اغسلها، هي كانت محتاجه بس تنظيف كده بالوايبس، فظبطتها وفرشت فيها المفرش، وابتديت بقى اخدت الحاجه كلها كده جوه. ابتديت ان انا ارتبها واحده واحده كده على الركنه. اول حاجه كده جبت بقى المكن الحلاقه والحاجات ديت، حطيتها كده في العلبه دي بالشكل ده. انا غيرتها في علبه تانية وغلفتها كده بالورق الحجري، شكلها كان احلى. طبعا ما نفعش في المنظم ده، فحبيت ان انا استغله واستفيد فيه في حاجه تانية، وجبت بقى منظم عشان احط فيه كل الفوط اللي انا بحتاجها وبستخدمها، والفوط اللي انا هستخدمها على المدى البعيد بحطها فوق، اما الحاجات اللي بستخدمها كل يوم وبسحب منها حطيتها تحت عشان تبقى قريبه من ايدي. كمان بقى جبت كده حطيتهم بالشكل ده. المنظمات دي انا بسحبها كل فين وفين يعني، فبحطتها فوق لان الضلفه عاليه شويه. اما تحت بقى غيرت نظام الفوط كده ورصيتها بالشكل ده وخليتها قدامي، وكمان في مساحه فاضيه. وجبت بقى منظمات عندي ما كنتش بستخدمها، فحطيت بقى فيها الحاجات برضو اللي انا لسه مش هفتحها دلوقتي، زي كريمات، معجون اسنان، مزيل. حطيتهم كده. والبودره دي بودره اللي هي بودره الاطفال ديت عندي برضو بستخدمها، فحطيتها كده فوق. لما احتاج حاجه هسحب المنظم وهاخده. الارفف بقى اللي من بره دي ببقى حاطه عليها المنظفات، فرش المعجون، الحاجات اللي انا بستخدمها ليا انا في العنايه بالبشره. كمان في علبه كده ديت حاطه فيها كل الدهانات اللي هي الميبو والمضاد حيوي الفانيش، الحاجات دي. نصيحتي ليكي ان حمامك طبعا دايما لازم يكون نظيف، ما ينفعش ان انا كل شهر ابقى ادعك الحيطان، كل اسبوعين ادعك الحيطان. الحمام ده لازم يدعك مره الصبح ومره بالليل. انا عن نفسي بعمل كده، وخاصه في وجود اطفال لازم ان انتي تهتمي بنظافته، لازم تدخلي تشمي ريحته حلوه. دايما تحطي ليفه وتخصصيها للحمام، بوكس كده تحطي فيه شويه منظفات. تحطي علبه كده وتحطي عليها كلور، على مسحوق، على ميه سخنه، على كلوريكس الوان، وشويه لهلوبه، شويه برسيل، وتحطيهم كده، فترشي منها كده على الارض وعلى الحوض وتدعكي بسرعه. الحمام معاكي هيبقى فله في 5 دقايق حرفيا. انا حاطه كده الرف ده حطيت فيه اللي هو المسحوق زي ما انتم شايفين واللهلوبه، وكمان حاطه البريل ده عشان خاطر اول ما ادخل اسحب على طول السبونشه وادعك الحوض، ادعك الارضيه، الحيطان معايا عشان تبقى بتلمع زي ما انتم شايفين بالشكل ده. كمان البرطمانات دي واحد حاطه فيه البخور اللي هو السايب، وواحد حاطه فيه اللي هو المكعبات بتاعت الفحم الصغيره. الجزء التاني ده بقى عشان انا معرفتش اصوره عشان الكاميرا كانت صعبه قوي ان انا اجيبها، يعني ان الحيطه جنب قوي الضلفه. حاطه بقى البادي سبلاش والبادي لوشن والمسك السكريب ده حلو قوي، ميه الورد، المزيل، زيت جوز الهند حلو قوي لترطيب الجسم. كمان زيت اللوز المر ده انا جايباه عشان بعمل بيه مخمريه، ان شاء الله هبقى اعملها معاكم. الحاجات دي كلها ببقى حطاها كده في الرف عشان ما تبقاش بس قريبه من الاطفال، عشان ما يستخدموش منها او يسحبوا، لان برضو الاطفال بيبقى عندهم حب استطلاع يعرفوا ايه الحاجات دي. الرف اللي فوق ده حاطه بقى فيه بعيد خالص عن ايديهم ده تينر وحاجات كده يعني والفرش والحاجات ديت، لان بخاف ان هم يستخدموها. وكمان حاطه السيرم بتاع الشعر. هنا بقى كنت ظبطت الضلفه ونظمتها ورتبتها بالشكل ده. حطيت بقى المنظفات دي قريبه من ايدي عشان اول ما ادخل واحتاج ان هي تدعك على طول استخدم على طول وادعك. رتبي ونضفي اي مكان تدخليه عشان خاطر عينك تبقى مرتاحه، حاسه براحه نفسيه، حاسه بنظافه. دايما اعملي علبه فيها معقمات كده ومنظفات ترشي منها وتدعكي على طول، هيبقى الموضوع معاكي سهل، مش لسه هطلع اجيب من بره. فخلي الحاجه قريبه من ايدك عشان خاطر تستخدمي على طول الحاجه وتنضفيها. كمان الكورنر ده نضفته وظبطته، حطيت الستاره كانت نظيفه، ودعكت بقى الحيطان كلها
الارض، والموضوع ده انا بعمله يوميا، دعك الحيطان والارض وكل حاجه، ما بسيبش حاجه اسمها اسبوع ولا الكلام ده، عشان احافظ على نظافه حمامي، والحمام يبقى معايا بيلمع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بقى دخلت على التلاجة، والتلاجة دي بقى كانت محتاجه كده ايه يعني عمره جامده قوي. انا طبعا كل اسبوع لما بجيب خضار او كل اسبوعين لازم ان انا بغسل المنظمات وامسح الارفف والكلام من ده، لكن يوميا لازم تبصي على الخضار اللي عندك في التلاجة، لو حاجه اطفال كبوها، لو حاجه نزلت منك، لو علبه كانت مثلا مفتوحه ونزلت منها حاجه. المهم لازم تطمني ان التلاجة عندك نظيفه، ما ينفعش تفتحي التلاجة تشمي منها ريحه وحشه. دايما حطي في حمايه في باب التلاجة عشان تديكي ريحه جميله، دايما حطي ظرف من الفانيليا اول ما تفتحي التلاجة تشمي ريحه حلوه قوي. الارفف عندك لازم تكون نظيفه، بلاش موضوع ان احنا نكتمها ونفرش مفارش كتير، لان الموضوع ده صراحه انا جربته ما مشاش معايا، فممكن يمشي مع حد تاني لكن انا ما حبيتوش. حبيت ان انا اخلي الارفف واضحه قدامي، لو رف متبقع مش نظيف في حاجه واقعه، فحبيت ان انا يكون نظيف قدامي كده واغسله دايما وامسحه. التلاجة من الحاجات الاساسيه اللي لازم دايما يوميا تفتحيها وتبصي عليها عشان الخضار اللي فيها، لو حاجه عندك واحده باظت بقيه الخضار كله بيفسد. فلازم طبعا الليمون والطماطم والحاجات دي يعني بصي على الحاجات اللي فيها كده وقلبيها كويس، لو حاجه بايظه شيليها، حاجه خلاص يعني مش هتستحمل معاكي فحطيها في طبق لوحده كده وتاني يوم تستخدميها. انا الحمد لله التلاجة زي ما انتوا شايفين انا بفتحها عشان انضفها واعمل لها تنظيف عميق، بس الحمد لله هي نظيفه يعني مش متبهدله معايا البهدله الجامده. عشان كده انا ما بتعبش لما باجي اعمل الحاجه قوي، يعني لو التلاجة متبهدله معايا قوي 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 زي ما بشوف بعض الحاجات في بعض الاماكن، انا هاخد في التلاجة دي ساعة او ساعة ونص، فانا عشان هي نظيفة الحمد لله ودايما ايدي فيها، الحاجات اللي فيها بسيطة فاخدت فيها وقت قليل، ما بهدلتنيش قوي الحاجة، بقيت ادعكها، البقع اللي في الجنب والحاجات دي بقت تطلع معايا بكل سهولة. طبعا الاضاءة هنا معلش انا اسفة، كانت يعني حاولت على قدر الامكان ان انا اعليها، بس للاسف يعني ما عملتش، وبخاف اشغل الكهرباء وانا شغالة فيها صراحة. فهنا بقى جبت ايه الخلطه اللي بستخدمها، حطيت كلو، حطيت اسفه خل وميه سخنه وشويه فانيليا ومعلقه من الخلطه اللي انا كنت عاملاها اللي هي الليمون، قشر الليمون مع البيكنج صودا مع الملح الليمون والحاجات دي. غسلت التلاجة كويس قوي، ما عادش بكب فيها ميه، مسحتها بقى، فضلت امسحها كده بفوطه مبلوله، بعد كده نشفتها، والارفف كمان كنت غسلتها ونشفتها، وابتديت ان انا ارص فيها تدريجيا. انا في باب التلاجة طبعا الجزء اللي فوق ده كله ببقى مستخدماه للادويه، وتحت بقى بحط العسل الاسود، عملت كمان الشربات عشان خاطر في رمضان كده الدنيا تبقى خفيفه معايا، ولو احتجت على طول شربات ما كسلش بقى واعمل يعني حلويات لو عايزه، وبطلعه بقى على طول على حاجه سخنه، او لو عايزه اسخنه عادي ممكن اديله غلوه على النار. كمان حطيت بقى ايه، بحب احط بقى الحاجات اللي هي الرفيعه دي كده عشان ما تقعش مني على الرف في التلاجة، تبقى قريبه ومش بتقل في باب التلاجة، لان كل ما بتقل فيه بيبقى صعب في القفل والفتح. المنظم ده بقى بحب احط كده الفانيليا والبيكنج باودر واي حاجات اللي هي الورقيات اللي هي الخفيفه ديت، عشان خاطر ما تتبهدلش، ما يجيش عليها اي حاجه تاني، ما تتبلش ميه، ما تبقاش في وسط الحاجات التانية تتبهدل معايا، بحب احطها في منظم. كمان الرده بحب احطها في التلاجة لان هي بتبوظ بسرعه عشان السمك طبعا، وخلطه اللي هي الفيجيتار على البقسماط على الحاجات دي لما كنت بحطها في المطبخ كانت بتبوظ معايا على طول، معرفش بقى من السخونيه ما تستحملش ولا ايه، بس بقيت بحطها في التلاجة زي ما انتم شايفين كده في منظم. هرست الشطه برضو من الحاجات الحلوه قوي اللي بتنفع في حاجات كتير وبتنفع في اكلات كتير، انا عملتها قبل كده برضو في فيديو، ممكن تتحط في الفريزر بس انا ما عنديش مكان فحطها زي ما انتم شايفين كده في التلاجة. خلطة الليمون اللي انا كنت عاملاها في فيديو برضو دي من الحاجات الجميلة قوي اللي بجد هتنفعكم الايام دي في المنظفات، وبتخلي الحاجة فلة بسبب الحاجات الكتير اللي احنا حطينا عليها. انا اول رف بحب احط فيه كده الجبن والزبدة واي حاجة خاصة بالفطار واي حاجة خاصة بالعشاء عشان تبقى كده قدامي يعني. تاني رف بحط فيه الخضار، تالت رف ببقى مخصصه للعيش. الجزء اللي تحت بقى بحط فيه بقى الحاجات اللي هي المرتفعه، اللبن زي ما انتوا شفتوا كده، هرس الشطه، الحاجات اللي الخلطه اللي هي السريعه، البرطمان المنقذ اللي انا مسمياه البرطمان المنقذ بسبب ان هو حاجه حلوه قوي بينقذني في اوقات كتير قوي. كمان هنا بقى طلعت كده المنظمين دول قدامي، حطيت المرقه الفوريه والحاجات ديت، ده الرف بس خاص للعيش. يا رب يكون الفيديو عجبكم، الهدف من فيديوهاتي ان انا بشجعكم يعني قومي بقى كده شغلي الفيديو وتشجعي. دي الصلصه اللي انا كنت عاملاها، بصوا ما شاء الله لسه عندي منها وتقيله، ودي كمان الفراوله. الفيديوهات دي كلها موجوده بتاعت التفريزات، هتلاقي فيه طريقه الصلصه وطريقه الفراوله كمان. يا رب يكون الفيديو عجبكم، حافظي على نظافه بيتك وعلى نظافه حاجتك دايما كده، خلي حاجتك نظيفه لان بيتك بيتكلم عنك. حطي في باب التلاجة في حمايه عشان خاطر تمتص الروايح. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك تشجيعا منكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اسيبكم في رعايه